السلام عليكم مشاهدين ومرحبا بكم ان شاء الله في فيديو جديد. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم سندويشات اللي كيجيو بنانين والطريقه اللي سهله. فانا غادي ندوز معكم مباشره ان شاء الله باش غادي نصاوبوهم. فهنايا غادي نشعلوا هكذا على المقله، كنشعلوا عليها تكون قليله على ما كتسخن لينا. كناخذوا 5 ديال البيضات وكنضيفوا لهم شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه وشويه ديال القزبور اللي كيكون مقرد. يمكن لكم ديروا حتى المعدنوس فماشي مشكل. صافي هنايا غادي نضيف هكا داك القزبور وغادي نطرب البيض ديالي ونكمل معكم. صافي هنايا من بعد ما طربت داك البيض ديالي، فهنا المقله عندي سخونه، غادي ندير ليها شويه ديال الزيت تقريبا واحد المعلقه مع مرش ديال الزيت النباتي. غادي ندهن المقله ديالي وغادي ندير فيها واحد الكميه اللي قليله ديال البيض، يعني ماشي كثيره. تقريبا داك البيض اللي عندي غادي نفرقوه على 3 ديال السندويشات. فانا خليكم مع الفيديو باش تشوفوا الطريقه. غادي نهز تقريبا واحد المغرفه، يعني عندي غير صغيره، كنهزو هكذا واحد 2 مغرفات. فهنا كيف ما كتشوفوا ما كيبغيش يتهز ليا. صافي غادي نوزعو هكذا على الذره ديال المقله وغادي نخليه حتى كيشد راسو غير واحد شويه ونكملوا ان شاء الله الطريقه. صافي هنا من بعد ما كيشد هكذا راسو شويه داك البيض، يعني كيتجمع لنا شويه، كناخذوا الخبز ديال الطاكوس كنديروه فوق من داك البيض باش كيلصق لينا، يعني ما تخليوش البيض حتى كيطيب في مره، كتخليوه كيكون باقي شويه خاصو الطياب. وكنديروا فوق منه داك الخبز ديال الطاكوس كنديروا على حسب المقله ديالنا، يعني ما نديروهش كبير عليها باش ما يجيش طالع من الجوانب. صافي كنحسوا بها هكذا يلصق على داك البيض، يعني يتجمع وشد راسو مزيان. صافي غادي نقلبو هكذا، يعني كنرجعوا عاوتاني الخبز الطاكوس كنرجعوه من التحت وكيولي لنا البيض من الفوق. صافي هنا كنجيبوا شويه ديال الفرماج الاحمر ولكم الاختيار، ديروا يعني اي نوعيه. وكذلك غادي نديروا واحد القطع ديال كاشير، فاللي بغى يستغنى على الكاشير ويدير دوائر ديال الكفته فيدير الكفته، كيبقى لكم الاختيار. وهنا شويه ديال الفرماج ديال الساندويش وغادي نجمع الجوانب، يعني كنطوي الطرف الاول وكنطوي عليه الطرف الثاني. صافي وغادي نحمر الساندويش ديالي من جوج ديال الوجوه غادي نحمرو، وها هو الساندويش ديالنا واجد. فخليكم ان شاء الله مع تتمه الفيديو. انا هنايا غادي نكمل بنفس الطريقه، غادي نكمل داك البيض اللي باقي ليا حتى غادي نخرج منهم يعني 3 ديال لي ساندويش، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي.